الكتاب ده واحد من اقوى الكتب اللي قرأتها في حياتي. الكتاب ده ببساطة شديدة هو اللي هيخليك ترمي كل العادات السيئة في الباسكت، بل وتستبدلها بعادات جديدة ايجابية. اهلا بيك حضرة القارئ في حكاية كتاب حيث تنمو الافكار وتبدأ الحكايات. ولان كل كتاب ليه فكرة وكل فكرة ليها حكاية، عملت لك حكاية كتاب. لو انت من محبي القراءة وتطوير الذات، اهلا بيك حضرة القارئ في بيتك. معاك اخوك يوسف شعبان، يلا بينا نبدأ. اتوميك هابتس او العادات الذريه للمؤلف الرائع جيمس كلير. الكتاب ده مش مجرد كتاب بيتكلم عن العادات، الكتاب ده ساعدني اني اخلق هويه جديده لنفسي، خلاني ما اجريش ورا هدف بل اجري ورا نظام. يعني ايه الكلام ده؟ طب يعني ايه اصلا العادات الذريه؟ العاده هي حاجه انت بتعملها على طول بشكل متكرر، بتؤدي انك بعدين بتعملها بشكل تلقائي من غير ما تكون بتفكر فيها اصلا. والذره هي اصغر تكوين قدر يوصله العقل البشري، حاجه لا ترى بالعين المجرده، ولكن في نفس الوقت بتختزل كمية هائلة من الطاقة. لو انت بشكل ما قدرت تعمل حاجة صغيرة جدا ولكن بشكل متكرر وحولتها لعادة، بإذن الله هتحقق نتائج عظيمة جدا. وجيمس كلير عشان يوصف الموضوع بشكل أكثر دقة قالك تعمل تحسين بنسبة 1% بس كل يوم، وشوف التطور اللي هيحصل لك بعد سنة. وخلي بالك التطور ده ممكن يكون حلو قوي وممكن يكون وحش قوي. يعني لو حلو حرفيا ممكن يخليك بطل عالمي. بطل عالمي ازاي؟ اسمع معايا الحكاية دي. لحد سنة 2003 الفريق الانجليزي للدراجات كان واحد من اسوأ الفرق في تاريخ اللعبة دي، لدرجة انهم من سنة 1908 لغاية سنة 2003 ما كسبوش غير ميدالية اولمبية واحدة. حوالي اكتر من 110 سنة ما حققوش فيها غير ميدالية اولمبية واحدة. وكان اداء الدراجين شديد التواضع، لدرجة ان واحدة من اكبر شركات تصنيع الدراجات في اوروبا كلها رفضت انها تدي دراجات للفريق ده بحجة ان هم هيسوقوا سمعة الدراجة ومبيعات الشركة هتقل، لحد ما تعين واحد اسمه ديف بريلسفورد كمدير اداء جديد للفريق سنة 2003. بريلسفورد اتبع استراتيجية غاية في الروعة، نقلت الفريق البريطاني ده لحتة ما كانوش يحلموا ان هم يكونوا فيها. هو عارف انه راح يمسك فريق ميت ومستحيل الفريق ده يتغير في يوم وليلة، عشان كده قال لو انا مسكت الفريق ده وقسمته اجزاء كتيرة جدا وكل جزء طورت فيه بنسبة 1% بس، بعد مدة من الزمن لما اجي اجمع كل التطويرات والاجزاء دي كلها هلاقي نتائج مشرفة جدا. وفعلا بدأ بريلسفورد والمدربين اللي معاه يعملوا التغييرات اللي بقولك عليها دي. بالنسبة لك ممكن تكون التغييرات دي مضحكة جدا، يعني على سبيل المثال الراجل ده غير مقاعد الدراجات بمقاعد مريحة اكتر بحيث ان المتسابق او اللاعب ياخد راحته اكتر وهو سايق. مسحوا اطارات الدراجات بالكحول عشان تكون ثابتة اكتر على الطريق وتدي استقرار للاعب، وطلبوا من الدراجين ان هم يلبسوا نوع معين من السراويل دافية اكتر بحيث يحافظوا على درجة حرارة العضلات المثالية. بل واستخدم كمان مستشعرات حيوية تقيس مدى استجابة اعضاء الفريق لتدريبات معينة هو بيديها لهم. بل وازيدك من الشعر بيت، خلى اللعيبة هم بيتمرنوا يلبسوا نفس اللبس اللي بيلبسوه في صالات التدريب لانه هو اخف وزن واقل مقاومة للهواء. بريلسفورد ما وقفش هنا وحاول يدور على حاجات تانية يحسنها برضه بنسبة 1%. ده جاب دكتور للعيبة يقول لهم ازاي يغسلوا ايديهم صح بعد التمرينات بحيث ما يتصابوش بالانفلونزا. طبعا بالنسبة لك ده كلام عبثي جدا، وان ازاي الحاجات البسيطة جدا دي ممكن تخلي الفريق ده في يوم من الايام يعمل حاجة. صدق او لا تصدق حضرة القارئ، لكن بعد 5 سنين شغل متواصل من مدير الاداء والفريق، الفريق اكتسح اولمبياد بكين سنة 2008. بل وبعدها ب4 سنين في اولمبياد لندن الفريق اكتسح الاولمبياد وكسر 9 ارقام قياسية و7 ارقام عالمية. بل ولك ان تتخيل ان لحد سنة 2017 الفريق الانجليزي كسب اكتر من 178 بطولة عالمية، ويعد تقريبا احد انجح المسيرات الرياضية في عالم ركوب الدراجات. كل ده حضرة القارئ بسبب العادات. للاسف احنا بنحب الاكشن، بنحب دايما القصص المثيرة، زي ان ازاي الشخص ده في يوم وليلة حقق النجاح الباهر وبقى بطل وكسب المسابقات العالمية واصبح شخص مختلف تماما. انما لما اقول لك اعمل تغيير بسيط بنسبة 1% كل يوم، مش هتحس بنفس الاثارة اللي بتحسها لما اقول لك في يوم وليلة تقلب الاحداث وتغير مجراها كله. وللاسف الكلام ده مش بيحصل، بالرغم من انك لو عملت تغيير بسيط لمدة 1% لمدة 365 يوم هتبقى بعد السنة دي احسن بنسبة 37 مرة. رقم مش دقيق قوي، ولكن خلينا نقول ان النسب بتختلف من شخص للتاني. ولو انت كل يوم عملت تغيير للأسوأ اقل بنسبة 1%، مش محتاج اقولك هتبقى اسوأ كام مرة. لكن المهم تواظب وتنتظم لحد ما فعلا الحاجة دي تحول لعادة. اصل انت مش هيطلع لك عضلات من 3 ايام جيم او هتتعلم الماني لو قعدت ساعة تذاكره الليلة دي. الدنيا بتمشي
مفيش كده، ولكن ساعة واحدة كل يوم هتخليك أستاذ في اللغة. أي تغيير بسيط في العادة بتاعتك هيغير مسارها كله. يعني تخيل دلوقتي أنت راكب طيارة من لوس أنجلوس رايح مدينة نيويورك، والطيار غير اتجاه رحلته 3 درجات ونص بس. تغيير بسيط جدا طبعا بالنسبة لك، ولكن خليني أقول لك إن التغيير البسيط ده بدل ما كان هيوديك نيويورك هتلاقي نفسك في واشنطن العاصمة. وبالمثل في حياتك عايزك تركز على الطريق اللي أنت ماشي فيه، مش الوجهة اللي أنت رايحها. وشتان ما بين إنك تركز في الطريق وتركز في الوجهة. طريقك حضرة القارئ هو اللي هيحدد كل حاجة، هو اللي هيقول لك أنت ماشي رايح على وجهتك ولا لا. لأن عايز أقول لك حضرة القارئ، حياتك اللي أنت عايشها لحد اللحظة اللي أنت بتشوف فيها الفيديو دي مبنية على عاداتك. أنا واحد من الناس بحط دايما تليفوني جنبي قبل ما انام، واول ما اصحى الصبح بلاقي نفسي تلقائي اول حاجه بعملها بفتح التليفون واشوف نوتيفيكيشنز اللي جايالي او لو مستني رساله من حد. ولكن مع مرور الوقت بدات ان انا كل ما اصحى من النوم امسك تليفوني بلا هدف. جالي رسائل ما جاليش رسائل، ممكن افتح سكرول بس اقعد بالساعه، بعد ما اخلص بقول ايه ده وانا عملت كده ليه، وانا اصلا مش هتمسك التليفون. ودي واحده من اخطر الحاجات اللي العادات بتبنيها. انت مش مدرك للحاجه اللي انت بتعملها، عشان كده لو بتعمل حاجه حلوه هتلاقي نفسك بتعمل الحاجه الحلوه دي تلقائي من غير ما تكون مدرك ليها. وده اللي عايز اوصله لك من الكتاب ده. ولو بتعمل حاجه وحشه هتلاقي نفسك بتعملها تلقائي برضه من غير ما تكون مدرك ليها. ما تسيبش تليفونك جنبك قبل ما تنام، دي عاده وحشه وانا ما انصحش بيها. وانت فعلا على فكره مش بتاخد بالك من العاده الا بعد النتيجه، سواء بقى كانت حلوه او وحشه. يعني مثلا مرض السرطان عافانا الله واياكم بيقعد 80% من حياته في الجسم من غير ما يكون ملحوظ، وللاسف ما بناخدش بالنا منه الا بعد ما يكون استولى على معظم الجسد. ربنا يعافينا واياكم يا رب. والعادات نفس الكلام، بتفضل فتره طويله مش ملاحظ اي فرق لحد ما بيظهر فرق كبير مره واحده، وساعتها بتجني ثمار هذه العاده. وده مع الاسف اللي بيخلي الناس بتستصعب بناء اي عاده، انك بتقعد فتره ومش بتلاقي النتيجه اللي انت مستنيها في الوقت اللي انت عايزه. ايه ده انا بروح الجيم بقالي 3 اسابيع، ازاي ما بقتش بيج رامي؟ ولكن الشخص اللي بقول لك عليه ده اللي انتظم في الجري وقف، واللي راح الجيم وقف، لو كان كمل في اللي هو بيعمله كان وصل للي بيسميه جيمس كلير مرحله القدرات الكامنه. فجاه الناس تبص عليه تقول ايه ده بقى انت ازاي كده؟ ده في يوم وليله حاله كله اتشقلب. الراجل اللي حضرتك بتشوفه بيمسك الفاس وبيقعد يدب في الصخره مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، بيفضل لحد مثلا 100 مره، يجي في المره ال100 من ضربه واحده بتلاقي الصخره اتفلقت نصين. ممكن انت شفته من بعيد لاخر مره ساعه الضربه النهائيه تقول الله ده مسك الصخره بوم هحفلقها نصين، انما هو فضل مره واثنين وثلاثه وعشرة و100 لحد ما من ضربه واحده قدر ان هو يقسمها نصين. غالبا فاكر ان النجاح والنتائج خط مستقيم بيزيد مع مرور الزمن، ولكن اللي انت مش عارفه حضرة القارئ ان النجاح ده عامل زي المنحنى الجيبي، بيتزايد ببطء شديد جدا لحد ما يجي عند نقطه معينه وفجاه يطلع مره واحده، وهو ده اللي احنا عايزينه اصلا. طب عشان احقق ده اعمل ايه؟ قولا واحدا، انسى الاهداف وركز على الانظمه. لو ركزت على هدف بدلا من النظام في الغالب هتفشل. زي انك تقول عايز اجيب امتياز الترم ده، او عايز ابني جسم صحي، او عايز اسس شركه ليا وابقى رجل اعمال. انت حاطط قدام عينك الاهداف بس مش حاطط الطريق او النظام اللي هيوصلك للاهداف بتاعتك دي. يعني ايه؟ سكوت ادمز رسام الشخصيه الهزليه الشهيره، شخصيه ديلبرتون الكرتونيه، انا عن نفسي ما اعرفهاش بس هي المفروض انها شهيره يعني، بيقول لو انت مدرب اكيد هدفك انك تفوز ببطوله، اما نظامك هو الطريقه اللي انت هتتبعها عشان تفوز بالبطوله، تستقطب لاعبين، تجيب مدراء للفريق. اما لو انت رجل اعمال هدفك شركه قيمتها ملايين الدولارات، فالنظام اللي انت هتتبعه هو اللي هيخليك تقدم خدمتك او منتجك بالصوره اللي ترضي العميل وتخليك تهتم بالتسويق والمبيعات، وموظفين الشركه تحاول تخليهم دايما في حالتهم المثلى. بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لكره القدم في الدوري الانجليزي، وواحد من افضل مدربي كره القدم في التاريخ ان لم يكن افضلهم، من اوائل الناس اللي لغوا حته العشوائيه في كره القدم وادخلوا النظام. هو مؤمن ان عشان فريقه يفوز بالدوري ودوري الابطال لازم يكون في سيستم الفريق متبعه من اول السيزون لاخره. وبالفعل لعيبه جوارديولا عباره عن تروس صغيره عشان تشغل المكنه الكبيره. وركز بقى في دي معايا حضرة القارئ، هو سواء فريقه كسبان خسران السيستم اللي ماشي عليه ثابت مش بيلعب فيه، او ممكن يعمل فيه بعض التحسينات والتطويرات، ولكن الاساس ثابت، مفيش عشوائيه، كل لاعب عنده مهمه محدده عارف هو بيعمل ايه امتى وفين. ومع انه ما قالش انا هكسب معظم البطولات، لكنه بالفعل بيكسب معظم البطولات. وده بيثبت لك
نفسك حضرة القارئ ان تحقيق الهدف ده ما هو الا حاجة لحظية، وبتفضل مأجل شعورك بالسعادة لحد ما تحقق هدفك طول الرحلة، ماشي بمبدأ يا اما يا لا، يا اما هحقق الهدف ده واكون انسان سعيد، يا اما لا هتكون انسان تعيس والهدف ده هو كل حاجة في حياتي، وبتنسى انك تستمتع بالرحلة. خليني اقول لك حاجة، ان انت لما تحدد الهدف فلنفترض ان انت فعلا وصلت له، ساعة وصولك للهدف هتبقى مبسوط، هتبقى طاير، لكن فيما بعد ولما تألف هذه الحاجة هتحس بنوع من الاعتيادية ومش هتحس بنفس السعادة اللي انت كنت بتحسها. عايزك تحب عملية التطوير مش المنتج النهائي، لان العملية دي مستمرة معاك على طول مش بتنتهي، اما الهدف زي ما قلت لك هو حاجة لحظية تأثيرها بيزول بعدها. كيف يتم تشكيل العادات وكيف يتم العكس؟ ليه دايما بفشل في تغيير عاداتي واكتساب عادات جديدة افضل؟ ببساطة شديدة حضرة القارئ، عشان انت بتغير النتيجة النهائية مش بتغير العملية نفسها اللي ادت للعادة دي. والاعمق من تغيير العملية تغيير الهوية. الهوية وما ادراك ما الهوية، عميقة قوي الهوية دي، ركز معايا. ودي بتوضح لك الفرق بين شخص عايز يغير حاجة معينة في حياته وشخص عايز يغير حياته كلها، عايز يبني حياة جديدة مرتكزة على صفات حسنة. يعني على سبيل المثال عندك 2 مدخنين عايزين يبطلوا التدخين، اول واحد عزمت عليه بسجارة قال لك لا والله معلش يعني انا بحاول ابطل تدخين، التاني عزمت عليه بسجارة قال لك لا معلش انا مش مدخن. واحد بيحاول يتخلص من عادة سيئة عنده، والتاني محاها كليا من حياته وكأنه ما كانش مدخن قبل كده اصلا، بدأ هوية جديدة بحياة جديدة. وده اللي عايزك تعمله، ما تقولش عايز اخس، قول انا عايز اتبع نظام غذائي يخليني اخس، واثبت عليه على طول، مش توصل لوزن معين وترجع تعك في الاكل تاني، انت كده ما عملتش حاجة. اعمل لحياتك لايف ستايل وامشي عليه، وعشان تكتسب هوية معينة محتاج تكتسب عادات معينة. زي ما قال شون كوفي في كتابه The 7 Habits of Highly Effective Teens، الافعال بتولد عادات، والعادات بتولد هوية، والهوية بتولد مصيرك. انت مش بتتولد بشخصيتك، شخصيتك انت بتكتسبها بالمرور بخبرات وتجارب واكتساب العادات الجديده اللي بقولك عليها. كلمه هويه بالانجليزيه identity مشتقه من كلمتين لاتينيتين، السنتيتس، يعني انا مش عارف انطقها صح ولا غلط، هي كلمه لاتينيه معناها كينونه، وايدنتيدم معناها متكرره، يعني الكلمه على بعضها الكينونه المتكررة. الافعال وتكرارها دليل على هويتك الجديدة. لو انت شخص بتذاكر كل يوم الاحياء لمدة ساعة، اذا ده دليل انك شخص مجتهد. لو انت كل يوم بتروح الجيم مهما كانت الظروف حتى لو الدنيا بتمطر تلج، ده يدل على التزامك ببناء جسم صحي. بتعمل اكتر واكتر وبتكرر اللي بتعمله، في الاخر ده بيكون هويتك اللي انت عليها النهاردة. كل حاجة حلوة انت بتعملها دليل جديد على تكوين شخص جديد، وبالمثل كل حاجة وحشة انت بتعملها دليل جديد برضه على تكوين شخص جديد. عملية التغيير بسيطة بتدل على انت عايز تكون ايه. اثبت لنفسك ده عن طريق المكاسب البسيطة اللي بقولك عليها. ابدأ اسأل نفسك انت عايز ايه؟ عايز اخس يبقى عندي جسم صحي؟ حدد الشخص اللي عنده جسم صحي ده حياته عامله ازاي؟ بياكل ازاي؟ بيتمرن ازاي؟ بيشرب امتى؟ بينام امتى؟ بيستجيب ازاي ناحيه الاكل والتمرينات؟ عايز ابقى رجل اعمال؟ شوف رجال الاعمال بيتصرفوا ازاي، بيتعاملوا مع الفلوس ازاي، بيتعاملوا مع الموظفين ازاي. والعادات دي جيمس كلير بيسميها العادات المرتكزه على الهويه. اهم حاجه حضره القارئ في الكتاب ده تغيير الهويه، والباقي مجرد ارشادات بتقولك تعمل كده ازاي. لكن اهم حاجة تضع النية وتخطو الخطوة الاولى. لازم تعرف انت مين، عايز ايه، وماشي فين. ازاي تقدر تبني العادات دي وتستبدل العادات السلبية بالايجابية؟ ده اللي نعرفه ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. ما تنساش تتابع قناة حكاية كتاب على يوتيوب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان توصلك الحكايات الجديدة اول باول. كان معاك اخوك يوسف شعبان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.